السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون طلع بتصريح للبي بي سي، قال فيه إن قبل الحرب وقبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا أنا اتصلت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحصلت محادثة طويلة ما بينهم، وإن بوريس جونسون قال له إن القوات الروسية لو غزت الأراضي الأوكرانية انت هيتعمل عليك عقوبات غربية كبيرة جدا. كان رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال له الموضوع كله معايا صاروخ واحد وفي ثانية واحدة. يعني بوريس جونسون رئيس وزراء انجلترا كان بيتهدد بالقتل وش كده، يعني هموتك في دقيقة، اللي هو يعني ايه، فكك خلاص، انا مش هاممني حد، ولا هاممني الاتحاد اوروبي، ولا هاممني الناتو، ولا هاممني الولايات المتحدة. دي حاجة. الحاجة التانية يا جماعة، الوضع في أوكرانيا دلوقتي ماشي إزاي؟ الوضع ماشي إن القوات الروسية كل يوم بتتقدم وبتاخد كرة جديدة. طب إيه السبب؟ يا جماعة الروس أول ما بدأوا الحرب دي بدأوا بحوالي 185 ألف جندي من الانفصاليين الأوكرانيين الروس اللي موجودين في إقليم الدونباس. وأنا قلت لك قبل كده إقليم الدونباس ده بينقسم لإقليمين، لوهانسك ودونسك. ودخل كل الناس والعساكر اللي مدعومين من القوات الروسية. الناس دي كانت غير مؤهلة وغير مدربة، عشان كده حصل فيه مشاكل. طب هتقولي ايه دلوقتي اللي حصل؟ هقولك اللي حصل فيه حاجتين. الحاجة الأولانية ان 300 ألف جندي اللي روسيا حشدتهم من الاحتياطي، هو أنا عايز أقولك اللي هو حشد أكتر من 300 ألف، بس هو قدام الإعلام العالمي وقدام الإعلام الروسي قال تعبئة جزئية 300 ألف جندي. دي حاجة. الحاجة التانية دول دفع بيهم في الحرب. الحاجة التانية ان هو استعان بقوات فاجنر. قوات فاجنر دي يا جماعة دي ناس محترفة في القتال، ناس محترفة زي مرتزقة في القتال. نسبة حوالي 80% منهم من السجناء بيروحوا السجون الروسية ويجمعوا الناس المساجين اللي عليه مؤبد واللي عليه 20 سنة واللي عليه 10 سنين واللي عليه إعدام. تيجي انت هتحارب معانا 6 شهور لسنة، بعد كده احنا هنديك إعفاء. عايز تكمل معانا تمام هتكمل وهتاخد فلوس، مش عايز تكمل لا. بس هم ناس محترفين، يعني هم مش جابوا ناس من السجون دلوقتي ودخلوهم الحرب لا. انا بقول لك اللي بيحصل في مجموعه فاجنر ديت، بيجيبوا المقاتلين بتاعهم منين وبيجندوا مقاتلين من كل حته في العالم. روسيا دخلت مجموعات فاجنر دي يا جماعه في الحرب دلوقتي عددهم 50,000، ودخلت 300,000 جندي زائد 185,000 جندي اللي هم الانفصاليين، ففي عدد كبير. كان الجيش الروسي كان بيواجه مشاكل يا جماعه كتير جدا. في مشاكل لوجستية كان بيقابلها في الأول الحرب، لأن أعداد الأوكران كانوا أكتر من أعداد الروس. دي السبب اللي خلى أوكرانيا تعمل هجوم مضاد في خاركيف وخدتها، وتعمل هجوم مضاد في خيرسون برضو، وتخلي القوات الروسية تنسحب غرب نهر ناحية الجهة الغربية من نهر دنيبرو. لأن أنا قلت لك قبل كده إن خيرسون دي بينشقها بالنص كده في نهر اسمه نهر دنيبرو. القوات الروسية رجعت ورا نهر دنيبرو. طيب الوضع دلوقتي ماشي ازاي يا جماعه؟ الوضع ماشي ان قوات فاجنر دخلت، قوات جديده جت من الشيشان. القوات الروسيه دخلت باحدث الاسلحه بتاعتها، حتى الدبابه اللي هي تي 19 دي دخلتها. الدبابه دي يا جماعه يعني تقريبا احدث دبابه في العالم. دي يعني هيبقى في حرب دبابات في المرحله اللي جايه، دي هتبقى حرب رهيبه جدا. الروس بيتقدموا في محور زاباروجيا، وبيتقدموا ناحية مدينة بخموت. مدينة بخموت دي الرئيس الأوكراني راح زارها، فيها أحسن المقاتلين الروس، فيها أحدث المعدات الأوروبية، فيها أحدث المعدات بتاعة الناتو، مسميينها مدينة الصمود. ليه مدينة بخموت دي مدينة الصمود؟ لأن من أول حرب الروس عايزين يقتحموا المدينة دي ومش عارفين. المدينة دي كان ليها مدينة شبيهه ليها اسمها ماريوبول، هي وقعت دلوقتي على تحت ايد الروس، بس الروس ما عرفوش يخترقوها فحصروها وقعدوا يكسفوها بالمدفعيه وبالصواريخ لغايه ما الكتيبه الصاعقه الاوكرانيه سلمت. دي كانت في مدينه ماريوبول. هم دلوقتي بيعملوا نفس الكلام يا جماعه في بخموت. بخموت دي جوه اقليم لوهانسك، مدينه استراتيجيه مهمه جدا. لو الروس سيطروا عليها خلاص انت الطريق مفتوح لك لغايه كييف، يعني ممكن تدخل كييف اللي هو عادي. طيب الروس بيعملوا ايه؟ في بعد بخمود مدينه صغيره اسمها السوليدار يا جماعه. القوات الخاصه الروسيه عملت انزال بالمظلات هناك، مدفوعه على الارض بالمجموعات فاجنر. حصل قتال شديد لمده 10 ايام. عايز اقول لك ان الروس دفعوا ثمن غالي جدا جدا ان هم يسيطروا على المدينه ديت. وعايز اقول لك الاف من الجنود الروس
ماتوا. يعني الروس كان بيدخل 1000 جندي بيموت منهم 700، بيدخل 700 زيهم، يعني دايما كان بيكمل العدد بتاع الهجوم كامل. وسيطروا، ومجموعة فاجنر دخلت المدينة دي فيها مناجم الملح، اتصور جوه مناجم الملح. واعلن مجموعه فاجنر اللي هم سيطروا على المدينه ديت. القوات الروسيه نفت والاعلام الغربي نفى، لكن بعد حوالي اسبوع من القتال الشديد انسحبت القوات الاوكرانيه من المدينه، وبالفعل سيطرت القوات الروسيه على المدينه. وطلع بيان من حوالي 3 ايام قال ان القوات الاوكرانيه انسحبت من مدينه سوليدار والقوات الروسيه هي اللي بتسيطر. طيب مدينه بخموت دي يا جماعه في ليها طرق، 3 طرق الامدادات عن طريق 3 طرق. مدينه سوليدار ده طريق والقوات الروسية سيطرت عليه. وفي طريق تاني القوات الروسية برضو سيطرت عليه، وسيطرت على محطات القطار، لأن المعدات الغربية ومعدات الناتو والمعدات الأمريكية دي كلها يا جماعة بتتنقل عن طريق القطورة، مش بتتنقل عن طريق العربيات. دي لو اتنقلت عن طريق العربيات دي عربيات مجنزرة ومدافع تقيلة وبتعمل، فما تنفعش. فبتتنقل عن طريق القطورة. الخط التاني لمدينة بخموت هو طريق القطورة ديت، والقوات الروسية سيطرت عليه. تمام. وفي خط تالت دلوقتي بيشتد فيه القتال قوي، لو القوات الروسيه او بنسبه 80% او 90% القوات الروسيه هيسيطر عليه، وكده هيبقى هم طوقوا مدينه بخموت، هم ده اللي عايزينه. علشان كده طلع النهارده الرئيس زيلينسكي وقال في تصريح ليه ان الوضع جدا صعب في اقليم دونباس، ولازم الحلفاء يمدونا باسلحه جديده واسلحه حديثه واسلحه متطوره. طب تيجي نتكلم في الجنب بتاع الاسلحه الحديثه والاسلحه المتطوره. دلوقتي روسيا في خطوط حمراء كده كانت حطوها. الخطوط الحمراء دي الاوكران بيطلبوا دلوقتي الاسلحه بتاعت الخطوط الحمراء. ايه الخطوط الحمراء دي؟ كان في الاول قال لك الدبابات دي خطوط حمراء. طيب يا عم لا، قال لك ده احنا عايزين دبابات. امريكا اعلنت اللي هي هترسل 31 دبابه ابرام الاحدث في القوات الامريكيه. والمانيا بتصنع دبابه اسمها ليوبارد 2. ليوبارد 2 هي البلد المصنعه للدبابه دي يا جماعه، وبتصدر الدبابه دي لبلدان كبير والدول اوروبا كتير. يعني حوالي 20 دوله اوروبيه بتستخدم الدبابه ليوبارد. واول دوله قالت انا هبعت الليوبارد 2 لاوكرانيا هي بولندا. عشان تعرف بس هم البولنديين دول خايفين قد ايه من الاوكران وخايفين قد ايه من بوتين. قالت انا هبعت الدبابات دي حتى لو المانيا ما وافقتش، لما هي لازم المانيا توافق، لان انا البلد المصنع للدبابه او للسلاح، فلازم عشان تبعته لاي حد انا وافق. ببساطه كده يا جماعه، انا صنعت موبايل، الموبايل ده اديتهولك، انت مالكش تبيع الموبايل ده او تديه لاي حد الا لما ترجع لي انا. دي بتبقى عقود يا جماعه في شركات التسليح. فبولندا قالت حتى لو المانيا ما وافقتش برضه انا هبعت الدبابات. يعني ده يوريك قد ايه الناس دي خايفه من الروس. لاتفيا او استونيا وليتوانيا دول البلطيق يا جماعه، دول صغيره كانوا قبل كده كانوا في الاتحاد السوفيتي، برضه قالوا احنا هنبعت الدبابات ديت. انتوا متخيلين اوروبا والدول دي خايفه من روسيا ازاي يا جماعه؟ حصل طبعا ضغط كبير جدا على المستشار الالماني اولاف شولز من الولايات المتحده ومن الاتحاد الاوروبي. وزير الدفاع الامريكي قال ان الروس بيعدوا اعداد رهيبه مرعبه ومعدات مرعبه يا جماعه للغزو الكاسح. الظاهر روسيا هتغزو اوكرانيا كلها. بس دلوقتي في روسيا عندها 2 سيناريو. دلوقتي في قوات كتير جدا عند بيلاروسيا، تمام، وفي قوات قبل اقليم الدونباس بتتحشد، لان هيشن هجوم عن طريق زاباروجيا. زاباروجيا دلوقتي في القوات الروسيه بتتقدم فيها، فهو هيدعم زاباروجيا باعداد كبيره جدا، تمام. في اوكرانيا على حدود بيلاروسيا اعداد كبيره. الجيش اللي عند بيلاروسيا ده يا جماعه يا اما هيهجم في اتجاهين، يا اما الاتجاه الاول هيهجم ناحيه ليفوف، مش هيروح كييف، ناحيه ليفوف. ليفوف دي يا جماعه مدينه على غرب اوكرانيا، ما بينها وما بين الحدود البولنديه حوالي 50 او 70 كيلو متر. توصل البوابه عند بولندا وتدخل بولندا. كل الامدادات الغربيه، التسليح الغربي والتسليح الامريكي جاي عن طريق مدينه ليفوف. ففي احتمال ان القوات الروسيه دي تدخل مدينه ليفوف وتطوق مدينه ليفوف دي وتقطع الامدادات خالص. ده طبعا هتبقى كارثه، ان انتوا هيدخل الامدادات منين؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بيقول لك السيناريو الثاني اللي ممكن القوات الروسيه دي تروح جايه داخله من اقرب نقطه من بيلاروسيا لكييف، ودي 100 كيلو. انتوا متخيلين 100 كيلو ده اللي هو على مرمى البصر، ما بين بيلاروسيا اقرب نقطه والكييف 100 كيلو. ففي السيناريو الثاني بيقول لك ان ممكن القوات الروسيه تهاجم من عند بيلاروسيا على كييف،
ده هيعمل تشتيت للقوات الأوكرانية. القوات الأوكرانية كلها موجودة يا جماعة في إقليم الدونباس وفي زاباروجيا، كل القوات الأوكرانية، كل الأسلحة الغربية، كل النخبة الأوكران اللي بيعرفوا يحاربوا، اللي هم الشوية اللي موجودين اللي بيعرفوا يحاربوا، يعني لأن عدد القتلى تعدى 100,000 قتيل، بس الإعلام الغربي ما بيجيبش الكلام دوت. فهيعمل تشتيت للقوات الأوكرانية. القوات الأوكرانية هتبدأ تنسحب جزء منها عشان يروح يدافع عن كييف. ده هيعمل دربكة جامدة. الناتو مش قادر يبعت أسلحة بكم كبير لأوكرانيا، في خطوط حمراء مش عارفين يقضوها، هم عايزين يبعتوا مقاتلات F-16 أو عايزين يبعتوا أسلحة بعيدة المدى. وروسيا هددت إن لو في أسلحة بعيدة المدى أو أي أسلحة نزلت على المدن بتاعتي أو صواريخ بعيدة المدى، أنا هستخدم الخيار النووي. ودوت الخط الأحمر اللي أمريكا مش عايزة تعمله، واللي رفضته امبارح أول امبارح رفضا تاما، اللي هي تسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى. لأن يا جماعة الروس دولة نووية، روسيا دولة نووية قوية، أقوى دولة نووية على العالم هي روسيا. يعني في غواصة روسية يا جماعة، الغواصة دي من حوالي شهر عملت إبحار تحت المية، والأقمار الصناعية الأوروبية والأمريكية مش عارفة ترصدها ومش عارفة هي كانت فين، وعندها قدرة اللي هي تقعد أكتر من 25 يوم تحت المية. الغواصة دي فيها 6 تربودات، 6 تربودات. التوربيد الواحد طوله حوالي من 7 ل 8 متر. التوربيد ده توربيد نووي، بيقول يعني الخبراء بيقولوا التوربيد الواحد لو اتضرب على الحدود على السواحل الأمريكية هيعمل تسونامي نووي ينهي على الولايات المتحدة. يعني يا جماعة الغواصة دي لو ضربت صاروخ أو ضربت التوربيد ده على أوروبا تنهي على أوروبا صاروخ. وأنا بقول لك بكلمك على صاروخ واحد، بكلمك على توربيد واحد، ما بكلمكش على الصواريخ المحدودة المدى اللي هو النووي التكتيكي اللي هو ممكن يضرب بيه. فالعالم على شفا حرب عالمية ثالثة. امريكا مش عايزه تصعد اكتر من كده، ومش عايزه تدي اوكرانيا اسلحه بعيده المدى، لان عارفه ان روسيا ممكن فعلا ترد باسلحه نوويه. وروسيا لو ردت هتضرب ممكن بالاسلحه النوويه التكتيكيه، اللي هي التكتيكي ده اللي هو مثلا محدود ازاي، اللي هو ممكن الصاروخ ينزل يموت مدينه، هيموت مدينه، هيبيد مدينه، هيحرق الناس اللي فيها. لكن لو حصل صراع نووي عالمي كله، الكره الارضيه دي كلها يا جماعه هتتحرق، ومفيش حد هيعرف يستخبى من الغبار النووي. يا رب اكون شرحت لك الموضوع بطريقه مبسطه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.